السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال وفي اتم الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناة غادي نشارك معكم بوشنيخة. كيف ما كتشوفوا كتجي رائعة وكتجي هكذا محمرة وكتجي زوينة بزاف، فبقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي كيلو ديال الطحين، نوعية تكون ممتازة. غادي غربلتها هكذا ودرتها في شي قصريه. عندي 2 معالق ديال النوافع مخلطين مطحونين يعني مطحونين مزيان ومغربلين، وعندي معلقه ديال القرفه حتى هي مطحونه مزيان، وعندي 100 غرام ديال العقده ديال اللوز. هاد العقده البنات كتجي بها من السما وكتجي زوينه وكتجي معلكه، كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف. وعندي خماره ديال الحلوى حمراء، شويه ديال الملحه، وغادي ناخد هكذا ربع ديال الزبده المارغرين اللي ذوبتها مع نص لتر ديال الحليب باش ما تعذبنيش في الخدمه ديالها. حاولت ندوبها مع الحليب صافي. وكيف ما شفتوا غادي هكذا نخلط هاد النافع والعقده ديال اللوز، وغادي نخلط كلشي، ولا مبقاش لي غادي نكمل بالماء صافي. كيف ما شفتوا غادي نخدمها مزيان ونخليو شويه العجينه شويه تكون قاصحه باش ما تعذبناش في الخدمه ديالها صافي. كيف ما شفتوا هاني جمعت العجينه ديالي، غادي نحاول ندلكها شويه باش كتنسجم لينا العناصر مزيان صافي. غادي نغطيها ونخليها واحد شويه حتى ترتاح باش كتعطينا الطوع صافي. غادي هكذا نحاول نقسمها على كويرات. انا درت 6 ديال الكويرات على هذا الشكل صافي. غادي نخليهم يرتاحوا شويه تاني وغادي نرجع باش نشكلهم. كنحاولوا نطلقوهم هكذا بالمدلك، وكنحاولوا نتنيهم على شكل مسمنه على 4 باش كتجينا العجينه يعني كتجينا مورقه وكتجينا زوينه، كتجينا مورقه من الداخل ما كتجيناش معجنه. كنحاولوا نتنيو على 3 ونعاودوا نسرحوها ونعاودوا نتنيوها ثاني على 3. وغادي نبقى هكذا مستمره حتى كنكمل العجينه ديالي كامله، حتى كنديرها على هاد الطريقه هذه. كيف ما شفتوا كملتهم كاملين، وغادي نغطيهم بالفيلم اليمونتير ونخليهم يرتاحوا، وعاد ندوز ان شاء الله باش نشكلهم ونجيب الماكينه ديالي صافي. ضروري غادي نستعانوا بشويه ديال الطحين باش هكذا دوك الخويطات ما يتلاصقوش لنا بعضياتهم صافي. كما شفتوا ورقتها في النمره 6، كتكون هكذا شويه رقيقه، وغادي نديرها في هكذا ديال السباغيتي على هذا الشكل، كتجي على شكل خويطات. راه كلشي كيعرف تبارك الله يديرها. انا هاد بوشنيخه درتها في رمضان صافي، وبقى عندي الفيديو ما لحقتوش في رمضان وقلت راه نشاركو مع البنات دابا صافي. كيف ما شفتوا كنحاولوا نكثروا الخيوط باش كتجينا زوينه وكتجينا بحال الكبه، كتجينا عامره. تبارك الله راه كلشي دابا ولا تعلم كيفاش يديرها. هي الصراحه كتجي زوينه وكتجي مقرمشه، كتجي زوينه، كتجي رائعه صافي. كيف ما شفتوا كنبقى هكذا مستمره حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. كما شفتوا كنحاولوا نوريكم مزيان باش ما كيتحلوش لينا الخويطات صافي. غادي هكذا نقطعهم بالموس ونعاود نجمعهم مزيان باش ما كيحاولوا ما يتقطعوش لينا. الخويط اللي لقيناه محلول كنحاولوا نحيدوه، حيت لا درناه في الزيت غادي يتقطع وغادي يتحرق، اللهم نحيدوه قبل صافي. على هذا الشكل وغادي هكذا نحط في شي بلاطو ولا في شي صينيه، وكنبقى مستمره كنحاول نعقدهم مزيان. وكنديروا كيف ما شفتوا كنديروا خيوط بزاف باش كتجينا عامره وكتجينا زوينه. هي قد ما كانت عامره كتجي زوينه. على هذا الشكل صافي. وانا مستمره هانتوما معايا حتى نكمل الكميه كامله وندوزو ان شاء الله باش نقليوها. وكنتمنى الى عجبكم الفيديو ديالي دعموني وخليوا لي شي اشتراك وخليوا لي شي تعليق يكون محفز. على هذا الشكل صافي. كيف ما شفتوا صافي انا كملت دابا الكميه كامله، هاني درتها في بلاطوات. راه تبارك الله هاد كيلو كيخرج لنا كميه كثيره
كناخدو واحد بحال الكاس الكاميله ولا شي حاجه اللي تكون غارقه باش كتقلي لنا كيجينا اللون ديالها موحد صافي. وكنقصوا عليها هكذا النار، كنحاولوا نقصوا عليها النار مزيان، كطيب على المهل باش كتجينا طيبه من الداخل هكذا. ملي كنرميوها كنقصوا النار وكنخليوها طيب من الاعلى مهلها على هذا الشكل صافي. وكنبقى مره نقلبوها، كنبقى وحداها حتى كتاخذ لينا اللون. ما كنخليوهاش حتى كتحمر مزيان لان العسل مازال كيزيد كيغلق ليها اللون. كنطيبوها غير شويه صفرة. والعسل ما كنحاولوا ما نسخنوش، كنحاولوا نخليو العسل بارد باش يلا كيسخن بالحراره ديالها وكتشد لينا العسل مزيان صافي. كيف ما شفتوا انا كنقلي، غادي نعاود ندير القليه الثانيه وغنخلي هذيك نخليها مزيان ترقد مزيان في العسل. كنخليوها تعسل مزيان حتى كتشرب لنا مزيان العسل. كنقصوا النار مزيان البنات، كنحاولوا نخليو النار ناقصه باش ما كتخطفش لينا صافي. وكنبقاو هكذا نقليوها شويه بشويه حتى كنكملوا الكميه كامله. كيف ما شفتوا البنات راه كتسحل كتجي زوينه، كتجي محلوله، كتجي بحال الكبه. وهذا هو السر ديال يعني الشكل ديالها الزوين كيجي. خصك ضروري تكتري فيها الخيوط صافي. وكنبقاو مره كنعسلوا هذيك اللي في العسل. صافي وانتم معايا انا مستمره حتى نكمل الكميه ديالي كامله وندوزو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. فكتجي زوينه بزاف، ضروري في رمضان كنديروها. باش كنبقى هكذا نهز العسل ونعسل في هذه اللي عندي في العسل صافي. دابا درت 2 قليات في هذا السوبير، غادي نحاول نحيدها باش ندير القليه الثالثه. وكان يعني كانت كيسو عليها بشويه حيت في هذوك الخويطات دغيا كيتهرسوا. كنحاولوا نهزوها غير بشويه حتى كنكملوها كامله. مشوا العسل راه ثقيل. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق. والتصوير البنات راه ما عطيهاش حقها صافي. هذا هو اللون ديالها كيفاش جات محمره وجات مذهبه. صافي وانا مستمره وبقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديالها. كنتمنى ما تبخلوش عليا بشي تعليق وبشي كومونتير يكون زوين. نتوما كيف ما شفتوا كتجي هكذا عامره وكتجي زوينه على هذا الشكل صافي. هانتوما معايا هذا هو يعني الكميه اللي عطاتني، راه كتعطيني واحد الكميه اللي هي وفيره. وكيف ما شفتوا اللون ديالها موحد، جا اللون ديالها الطياب ديالها زوين. لان السر ديالها هو ان النار خصها تكون ناقصه باش كتاخذ لينا لون موحد كامل كيجيو بحال صافي. دابا غادي نزينها بشويه ديال اللوز ايفيلي ونديرها في طبق التقديم. نتمنى تعجبكم وتنال استحسانكم وتجربوها بهذه الطريقه هذه لانها كتجي زوينه بزاف. وهو كيف ما شفتوا هذا الشكل النهائي ديالها. زينتها بشويه ديال اللوز ايفيلي. وبصحتكم وراحتكم الى ملتقى اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.